المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء واستهلها بالعناوين. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. مجموعة بالتوك تتبرع بأكثر من 300 ألف دولار لأسر الشهداء. نفير شعبي لصيانة وادي لابا في مديرية شعب. الإفراج عن أكثر من 100 تلميذ خطفهم مسلحون في شمال غربي نيجيريا. عشرات القتلى والجرحى بهجوم انتحاري قرب مطار كابول وبايدن يتوعد. تايوان واليابان تعلنان عن أول محادثات أمنية بينهما. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 27 من أغسطس في مراكز العزل في إقليمي شمال البحر الأحمر والأوسط أظهرت إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا، وقد ظهرت إصابتان في أسمرة بالإقليم الأوسط وإصابة واحدة في أفعبت بإقليم شمال البحر الأحمر. في غضون ذلك شفي مواطنان كانا يتلقيان الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6639، شفي منهم 6589 وتوفي 37 مريضا، فيما لا يزال 13 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 27 من أغسطس 2021. تبرعت مجموعة بالتوك EPLF فيجن روم ب 302,809 دولار أمريكي لصالح أسر الشهداء. المجموعة المكونة من الشباب والمتابعين المقيمين في مختلف الدول وينشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ساهموا بهذا المبلغ المالي لإنجاح البرنامج الصادر لتأهيل أسر الشهداء حسب إفادة وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. كما تبرعت مجموعة بالتوك EPLF هيجدف فيجن روم في عام 2018 ب100,000 دولار أمريكي لصالح مشاريع الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب، وفي عام 2019 ب75,393 دولار أمريكي لتأهيل أسر الشهداء، و44,000 دولار قبل عامين من ذلك لتبني أبناء أسر الشهداء، و11,000 دولار أمريكي للمعاق السيدة أسكالو جبر مسقل راعية المعاقين في ماي حبار، و17,000 دولار لأسرة ترعى 5 أبناء يعانون من إعاقة بالغة، وكذلك لصندوق أمانة الشهداء لصندوق أبناء الشهداء ب4,300 دولار أمريكي. وقد تأسست مجموعة بالتوك قبل 5 سنوات بهدف مساعدة الجهات المحتاجة من الوطنيين الناشطين لتحقيق الأهداف والقيم الوطنية، وهم لا يعرفون بعضهم البعض شخصيا إلا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن المزارعين في مديرية شعب بإقليم شمال البحر الأحمر نظموا حملة نفير لصيانة قناة وادي لابكا التحويلية التي جرفتها السيول المتدفقة بقوة من الهضبة الإريترية. وقد اتخذ المزارعون مبادرة بتنسيق قدراتهم لصيانة القناة التي تلعب دورا كبيرا في ري أراضيهم الزراعية مستفيدين من طاقاتهم العضلية والثيران. وقال المشاركون في النفير إنه رغم تسيير أعمال فاعلة في حماية التربة وحفظ المياه ومكافحة انجراف أراضيهم الزراعية سنويا للاستفادة الجيدة من السيول القادمة من الهضبة، إلا أن المهام لا يمكن إنجازها بالطاقة البشرية والثيران، مطالبين بدعم آليات ثقيلة. هذا ويوجد في 8 إدارات ضواحي بمديرية الشعب حوالي 8,300 هكتار تروى عبر وادي لابا. أفاد الممرض حسين محمد مسؤول مركز أفامبو الصحي بأن الاستثمار الجاري لتوسيع الخدمات الصحية وتطوير القوى البشرية والأجهزة الصحية ظل يسهم بفعالية. وأوضح الممرض حسين التطور الذي يظهره المركز من فترة لأخرى ساهمت في نمو الاستفادة من الخدمات الصحية، وإن برامج التطعيم والتوعية الجارية عبر التجول في المناطق الريفية لا زال يلعب دورا كبيرا في تأمين الصحة.
وأكد الممرض حسين العمل المستمر بالتنسيق مع مدراء الضواحي والأطباء الميدانيين للحفاظ على المساهمة الفاعلة والاستفادة الجيدة من خدمات الولادة والتطعيم وبرامج الإصحاح البيئي وتحقيق نتائج جيدة في الخدمات الأخرى. هذا ويقدم مركز أفامبو الصحي خدمات الولادة والرعاية قبل وبعد الولادة والمختبر والتطعيم والصيدلة والنصح والإرشاد التطوعي، وتقدم الخدمات لضواحي أفامبو ومابرا وأفنابو. خرج الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا في مديرية سارجخة بالإقليم الأوسط في 26 من أغسطس 71 شابا بينهم 46 شابة حصلوا على دورة مهنية تدريبية امتدت إلى فترة 3 أشهر. وقد أفاد التقرير الذي قدم في المناسبة بأن الدورة التدريبية الهادفة إلى تحسين الحياة المعيشية والاقتصاد الاجتماعي للشباب اشتملت على تربية الدواجن والنحل وتصفيف الشعر وتقانة الحاسوب. وقال مسؤول المشاريع في الاتحاد بالإقليم الشاب هابتومر إن الاتحاد وبالتنسيق مع شركاء العمل يقدم للشباب دورات مهنية مجانية ويدفع مبلغ مالي نسبي وتقديم قروض بلا فوائد بهدف اعتماد الشباب على أنفسهم مستفيدين من المعرفة المهنية المكتسبة وفرص القروض المتاحة، مستشهدا ببعض النماذج التي استغلت الفرص المتاحة جيدا واستطاعت بلوغ الهدف المنشود. من جهته قال مسؤول الشباب في الإقليم الأوسط السيد سامسون كفلين على الدارسين الاستفادة الجيدة من المعرفة المهنية المكتسبة واستغلالها جيدا للرقي بأنفسهم وأن يكونوا نموذجا يحتذى به لمن حولهم من أقرانهم. استشهد المناضل الفنان الكبير تخلنكيل قبرو والدقابر في 26 من أغسطس الجاري بالعاصمة أسمرة إثر مرض ألم به عن عمر بلغ 71 عاما. التحق المناضل الفنان الكبير تخلنكيل قبرو والدقابر بصفوف جبهة التحرير الإريترية في العام 1974 للمشاركة في النضال التحرري الذي كان يشارك فيه عبر أغانيه شخصيا، وهو مناضل أنتج أعمال فنية كثيرة ساهمت في برامج وتوعيات كثيرة قبل التحاقه بصفوف المناضلين إبان الكفاح المسلح وبعده في المهجر، فجميع أغانيه مؤثرة ومحفزة وترسخ الروح النضالية. كما أنتج المناضل الفنان الكبير تخلنكيل قبرو والدقابر بعد الاستقلال أعمال فنية فعالة أسهمت في برنامج إعادة الإعمار والتصدي لغزو الويانة. المناضل الفنان الكبير تخلنكيل قبرو والدقابر رب أسرة وأب ل8 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى اليوم 27 من أغسطس في مقبرة الشهداء في أسمرة. ويعرب قسم الشؤون الثقافية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة عن حزنه باستشهاد المناضل الفنان الكبير تخلنكيل قبرو والدقابر، ويقدم تعازيه الحارة لأسرته ورفاقه. نتوقف سادتي مع فاصل قصير وأعود لمواصلة الأخبار. أطلق مسلحون نيجيريون سراح نحو 100 تلميذ كانوا قد اختطفوهم في 30 من مايو ضمن 136 من المدرسة القرآنية في تيجينا في ولاية النيجر شمال غربي، بحسب ما أعلن مدير المدرسة أبو بكر الحسن، ولم يذكر الحسن أي تفصيل يتعلق بكيفية إطلاق سراح التلاميذ. ويشهد شمال غربي نيجيريا وسطها تزايدا في الهجمات وعمليات السلب والنهب والخطف التي تنفذها عصابات إجرامية تعرف محليا باسم قطاع الطرق. ويبدو أن الجشع يقف وراء عمليات الخطف قبل أي أيديولوجية معينة، لكن العديد من الخبراء قلقون من التقارب المحتمل لهذه العصابات الإجرامية مع جماعة بوكو حرام الجهادية وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا. فجر انتحاريان من تنظيم الدولة الإسلامية حزاميهما ناسفين وسط حشد من الأفغان الذين كانوا يحاولون الدخول إلى مطار كابول للفرار من بلدهم بعد سيطرة حركة طالبان عليه في تفجير مزدوج تلاه هجوم مسلح، مما أسفر عن مقتل 13 عسكريا أمريكيا وعشرات الأفغان. وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي بدا واضحا أنه صدم من هول ما جرى مطاردة منفذي الهجوم وتدفيعهم ثمن قتلهم العسكريين الأمريكيين الأبطال على حد تعبيره.
والهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية هو أول اعتداء دموي تشهده كابول منذ سقوطها في أيدي حركة طالبان في 15 من أغسطس، وقد وقع قبيل أيام قليلة من الموعد المحدد لإنجاز القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان في 31 من أغسطس بعد 20 عاما من حرب عقيمة ضد الحركة الإسلامية المتشددة. من جهتها قالت حركة طالبان إن الهجوم أسفر في صفوف الأفغان عن سقوط 20 قتيلا و52 جريحا، لكن مصادر أفغانية أخرى أكدت أن الحصيلة أكبر بكثير. وتسيطر حركة طالبان على الطرقات المؤدية إلى بوابات المطار، في حين يتولى عناصر من المارينز وقوات أخرى تأمين بوابات المطار وحرمه. يعقد الحزبان الحاكمان في تايوان واليابان هذا الأسبوع أول محادثات أمنية من نوعها بينهما، وفق ما أعلن نائب تايواني، في وقت يشعر الطرفان بالقلق من التهديدات العسكرية المتزايدة للصين. لكن الصين التي تطالب بالسيادة على تايوان وترفض أي تواصل رسمي لها بدول أخرى سرعان ما نددت بهذا الإعلان. ومن المقرر أن يعقد نائبان من الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني وآخران من الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني محادثات افتراضية وصفت بأنها أمنية وحملت اسم 2+2. وأفاد لو شيشانغ النائب التايواني المشارك في الاجتماع لوكالة فرانس بريس أن هذا حوار أول من نوعه بادر إليه الجانب الياباني، وسيناقش خلاله قضايا الدبلوماسية والدفاع والأمن الإقليمي. وكثفت بكين في السنوات الأخيرة ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية على تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي. تظاهر العشرات من مرضى السرطان أمام وكالة تابعة للأمم المتحدة في لبنان احتجاجا على النقص الحاد في الأدوية الذي يعاني منه البلد ونفاذ أدوية علاج السرطان. وتجمع المرضى أمام مكتب اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة مع آخرين لتسليم رسالة تطلب المساعدة من الهيئة العالمية. ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة أدت إلى خسارة العملة المحلية لحوالي 85% من قيمتها منذ أكتوبر من عام 2019. وكانت البنوك قد فرضت قيودا على عمليات السحب وتحويل الأموال، مما أدى إلى حرمان الناس من مدخراتهم وسط ارتفاع التضخم. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار هذا المساء أعود فأذكر بعناوينها. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. مجموعة بالتوك تتبرع بأكثر من 300 ألف دولار لأسر الشهداء. نفير شعبي لصيانة وادي لابا في مديرية شعب. الإفراج عن أكثر من 100 تلميذ خطفهم مسلحون في شمال غربي نيجيريا. عشرات القتلى والجرحى بهجوم انتحاري قرب مطار كابول وبايدن يتوعد. تايوان واليابان تعلنان عن أول محادثات أمنية بينهما. انتهت نشرة أخبار المساء، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.